رسالة ماجستير الباحثة خلود محمد رضا محمود. الرسالة عنوانها الحركة الجسدية في الرقص الحديث والمسرح الراقص، هي دراسة فيمينولوجية. وكان مشرفا أساسيا الأستاذ الدكتور سامح صابر عميد المعهد العالي للنقد الفني، وكانت مناقشة خارجية الأستاذة الدكتورة نيفين الكيلاني معالي وزيرة الثقافة. احنا موجودين النهاردة في معهد العالي للنقد الفني بأكاديمية الفنون، وليا الشرف ان انا بشارك في مناقشة رسالة ماجستير للطالبة خلود محمد رضا في قسم نقد فنون الأداء الحركي، القسم اللي أنا بعمل عملي الأصلي فيه أستاذ في هذا القسم. الرسالة بتتكلم عن الرقص الحديث والمسرح الراقص، وطبعا هي دراسة نقدية وتناولت البحث من مفهوم جديد تماما وهي دراسة فيمينولوجية. الرسالة موضوعها جديد ولقت القبول ونجحت بامتياز. طبعا معهد النقد الفني في أقسام عديدة، منها قسم نقد الفن التشكيلي والنقد الأدبي، فلسفة الجمال والنقد الموسيقي، وبيخرج نقاد في عدة مجالات من خريجي أكاديمية الفنون والكليات المناظرة لها. وكانت الأستاذة الدكتورة رانيا يحيى رئيس قسم فلسفة الفن وعلومه مناقشا داخليا. أستاذ دكتور رانيا يحيى رئيس قسم فلسفة الفن وعلومه بالمعهد العالي للنقد الفني بأكاديمية الفنون. أنا بتشرف أن أنا أكون رئيس قسم فلسفة الفن، وده أحد الأقسام العلمية اللي موجودة بالمعهد العالي للنقد الفني. المعهد في عدد من الأقسام المتخصصة لنقد الفنون. المعهد بيخرج عدد من الباحثين اللي يقدروا في قسم النقد ان هم يكملوا الماجستير والدكتوراه. والقسم الثاني هو قسم التذوق الفني، ودي دبلومة منتهية يقدر الطالب ان هو يلتحق بالمعهد ويدرس جميع تخصصاته، ومش هيكمل ماجستير ودكتوراه، لكن ده الحقيقة يعني فرصة بيمنحها المعهد لكل الدارسين في التخصصات غير الفنية اللي ما درسوش يعني من تخصصات بعيدة تماما عن العلوم الإنسانية زي الهندسة، الحقوق، الطب، يعني المجالات اللي تبتعد عن الفن بشكل مباشر، يعني حتى لو علوم إنسانية لكن تبتعد عن الفنون. قسم النقد هو اللي بيقبل الكليات الفنية والتخصصات الفنية المختلفة اللي بيقوم بتدريسها المعهد، لكن القسم الثاني هو قسم يعني حر، الدارس يجي يتعلم ويستفيد ويعرف يعني ايه نقد فني ويعني ايه تذوق فني، واعتقد ان ده مهم جدا للارتقاء بالذوق العام. الحقيقة شرفت بان انا كنت مناقش من الداخل في المعهد لرسالة شايفاها ان هي رسالة متميزة، ورسالة اتبذل فيها الحقيقة مجهود كبير جدا من السادة الافاضل المشرفين عن فلسفة الجسد في المسرح الراقص وفي الرقص الحديث. دراسة مهمة وبحث مهم بيتكلم عن المنهج الظاهراتي الفينومينولوجي، والحقيقة أنا شايفة أن الباحثة خلود محمد رضا بذلت مجهود كبير جدا في إعداد الرسالة خلال يعني السنوات الماضية، وطبعا واضح كمان مجهود الدكتور سامح في تحليل العرض يعني كونتاكت هوف. الحقيقة مبذول فيه يعني شغل كبير قوي في حركات الجسد وزين الفلسفة بتاعته وفكرة المنهج الظاهراتي وأهميته في يعني هذه الدراسة، وهو الحقيقة مش منهج متبع كتير رغم أهميته، فيحسب للباحثة يعني اهتمامها بهذا المنهج واعتمادها عليه في الدراسة، تناولها للمصممين الرقصات سواء بينا باوش أو لابان. يعني الحقيقة أنا استمتعت بقراية البحث، وطبعا الكمال لله وحده بعض الملحوظات البسيطة، ولكن البحث في مجمله بحث قيم ويعني بحث متميز، وشايفة أنه هو الحقيقة يعني إضافة وإثراء لمكتبة المعهد العالي للنقد الفني ومكتبة أكاديمية الفنون. ومشرفا مشاركا
الأستاذ المساعد حسام نايل، أستاذ بقسم النقد الفني. أنا حسام نايل، أستاذ مساعد النظرية الأدبية والنقد الحديث بالمعهد العالي للنقد الفني، ومشرف مشارك على رسالة الطالبة خلود إلى جانب المشرف الأساسي وهو الدكتور سامح صبر. الحركة الجسدية في الرقص المعاصر ده كان موضوع الرسالة اللي ناقشناها النهاردة. هي رسالة ماجستير، وفي الحقيقة دي يعني بتعتبر بالنسبة لأكاديمية الفنون الدراسة تقريبا الأولى من نوعها اللي بتتناول فكرة الرقص الحديث أو المعاصر من منظور فينومينولوجي. في الحقيقة الباحثة هنا يعني كان في تركيز كبير جدا على مفهوم الفينومينولوجيا من وجهة نظر ميرلو بونتي وليس إدموند هوسيرل. طيب هي فكرة ميرلو بونتي فكرة بسيطة جدا. هو بيقول إن الوعي أو الوجود في العالم بيتشكل من خلال الجسد، ودي كانت النقطة الأساسية أو المبدأ الأساسي اللي بيعتبر يعني مبدأ فلسفي من خلاله تم توجيه الباحثة من أجل دراسة الرقص الحديث من خلال هذه الفكرة، وهي بتعتبر جديدة لأن كل المفاهيم الفلسفية السابقة على ميرلو بونتي كانت بتركز على فكرة الكوجيتو الديكارتي اللي هو أنا أفكر إذن أنا موجود. لكن ميرلو بونتي بيقول بقى العكس، بيقول من خلال الوجود الجسدي أنا بستقي المفاهيم والتصورات والأفكار. ويعني بنتمنى أن الباحثة يعني تواصل برضو دراستها في الدكتوراه من أجل تنمية وتطوير هذه الفكرة. هو الحقيقة النهاردة بالنسبة لنا يوم مش عادي. طبعا احنا يوميا بنناقش العديد من الرسائل العلمية، ولكن الحقيقة التميز النهاردة او الفرحة النهاردة كبيرة جدا. ليه؟ لانه احد المناقشين كان معالي وزيرة الثقافة، ورغم الاعباء الشديدة اللي عند حضرتها او اللي بتمر بيها حضرتها طبعا مسؤوليات كبيرة، ولكن هي اصرت انها تيجي وتناقش الباحثة. الحاجة التانية المهمة جدا الحقيقة هو انه الرسالة وموضوع الرسالة موضوع مهم جدا، وبيتكلم فيه عن فلسفة الاداء الحركي ودخول الفلسفة في الرقص، والحقيقة ده شيء مهم جدا ومنطقة لم تقتحم من قبل. والحقيقة ده كان شرف كبير جدا ان معالي الوزيرة شرفتنا وقالت على كلام مهم جدا في مناقشة هذه الرسالة. واحنا الحقيقة عندنا أفكار متميزة جدا وموضوعات شديدة التميز في معاهد الأكاديمية المختلفة أو ال9 معاهد بتوع الأكاديمية، اللي هو معهد الفنون المسرحية والمعهد العالي للسينما والمعهد العالي للموسيقى العربية والمعهد العالي للكونسرفاتوار والمعهد العالي للباليه والمعهد العالي للنقد الفني والمعهد العالي للفنون الشعبية والمعهد العالي لفنون الطفل والمعهد العالي لترجمات الفنون والأداب. دي معاهد الأكاديمية المختلفة، وعشان اللي بس اللي ما يعرفش إيه هي أكاديمية الفنون اللي تابعة لوزارة الثقافة. الباحثة خلود محمد رضا محمود بدأت دراستها في النقد الفني للرقص التعبيري في ربوع أكاديمية الفنون منذ نعومة أظافرها، حتى نالت شهادة الماجستير عن جدارة، وكان موضوعها الحركة الجسدية في الرقص الحديث والمسرح الراقص، وهي دراسة فيمينولوجية. رسالة ماجستير بعنوان فلسفة الحركة الجسدية في الرقص الحديث والمسرح الراقص، دراسة فيمينولوجية. اخترت المنهج الفيمينولوجي، هو من مناهج الفلسفة المعاصرة، ومنهج بيضم التحليل الوصفي والتفسيري
والتطبيقي، فهو منهج اكتر منهج يقدر نحلل منه العروض الدراميه الراقصه. طبعا ساعدني في البحث، في رحله البحث دكتور سامح صابر المشرف الاساسي معايا، دكتور حسام نايل المشرف المشارك، دكتورة نيفين أستاذتي طبعا كان ليها فضل عليا كبير في ان انا اكمل الرسالة واني اوصل لحد المكان ده النهاردة، دكتورة رانيا يحيى الاخت والصديقة، بجد شكرا ليها وعلى مجهودها وملاحظاتها اللي خلتني اخلي الرسالة شكلها احسن. انا قعدت 6 سنين بحضر في الرسالة، مش بس عشان الموضوع كان صعب، كمان كان هو أول مرة يستخدم في الأكاديمية. الفيمينولوجيا استخدمت قبل كده في الأدب وفي السينما، لكن كان أول مرة نستخدمها في القسم بتاعي اللي هو نقد فنون الأداء الحركي، وإزاي ممكن أحلل عرض راقص من خلال المنهج الفيمينولوجي. قعدت 6 سنين، بس دكتور حسام شارك معايا آخر 2 سنين أنجزنا فيهم كتير. طبعا التحضيرات كان كل المراجع كانت صعبة جدا، لأن المنهج الفيمينولوجي هو أصلا ألماني، والمراجع اللي موجودة يا إما فرنسية يا إما ألمانية، فكان موضوع اللغة صعب شوية، لأن حتى الإنجليزية ما كانتش موجودة كتير. نقول إن الماجستير حاجة مهمة جدا، ويعني الماجستير والدكتوراه طبعا حاجة مهمة على قد ما هي صعبة وعلى قد ما بتاخد وقت ومجهود كبير، لكن هي في الآخر مرتبة علمية المفروض كلنا نوصل لها. الدراسة الفيمينولوجية وعلاقتها بالأداء الحركي بالنسبة لرسالة الباحثة خلود محمد رضا محمود هي علاقة منهج فلسفي يمكن استخدامه في أي ظاهرة. يعتبر فن الرقص ظاهرة يمكن من خلالها تطبيق المنهج الفيمينولوجي عليه، فالفيمينولوجيا تعتبر من الاتجاهات الفلسفية المعاصرة التي تعتبر المتلقي شريكا في العمل الفني، حيث يعد الرقص صورة جمالية في وعي المتلقي، يخدم أغراضا فلسفية وجمالية يقدمها في عمل تعبيري. لذلك كان أنسب منهج للتحليل هو المنهج الفيمينولوجي الذي يعتمد على الخبرات والتجارب السابقة في الوعي. نحن الآن في المعهد العالي للنقد الفني بأكاديمية الفنون الذي أنشأ 1971 كمعهد للدراسات العليا، وهذا المعهد يخرج خريجي حامل الدبلوم والماجستير والدكتوراه، وكان موجودا داخل مباني الأكاديمية القديمة. وعندما توليت عمادة هذا المعهد عام 2002 تقريبا تم انتقاله إلى المباني الجديدة الحالية، إلى مباني الأكاديمية الجديدة في أرض الأكاديمية نفسها. وطبعا هذا المعهد أفخر بأننا من خريجيه، أنا الدفعة رقم 2 من هذا المعهد، وأول عميد من خريجي المعهد الذي أنشئ كما ذكرت في بداية السبعينات 1971. طبعا المعهد له رسالة خاصة بالنقد الفني والإبداع الفني، به أقسام الفلسفة والفنون التشكيلية والأداب والمسرح والباليه والموسيقى والسينما والتلفزيون، وأيضا التنشيط الثقافي، أي به 7 أقسام تخرج جميع النقاد في هذه التخصصات. وطبعا بيعمل نوع من التنشيط الثقافي والإبداعي والنقدي في الساحة التشكيلية المصرية. هناك عدة عروض راقصة
يمكن تطبيق المنهج الفيمينولوجي عليها. هذه العروض مثل عروض بحيرة البجع مع موسيقى تشايكوفسكي وتصميم الرقصات العديدة عليها. هناك أيضا عروض كسارة البندق. ورواية ودون كيشوت. والقرصان وجمال النائم. وكل هذا يمكن تطبيق المنهج الفيمينولوجي على عروض الرقص.